نحن هنا فيما يسمى دوار الدلة، ولكنه عرف في السنوات الأخيرة بنقطة الموت. عند دوار الدلة سوف تشرب من كأس الموت عندما تتخطفك المسيرات الإيرانية التي كانت تنطلق من هذه المقرات العسكرية خلف الأحراش. مدني، دفاع مدني، طفل، كوادر إغاثية إسعافية، فلاح، سوف يتخطفك الموت. لذلك عندما نقول بأن الميليشيات الإيرانية كانت تستهدف المدنيين، هذه الشاحنة مشروع استهداف سابقا، هذه الدراجة النارية مشروع استهداف، حتى هذه الحفرة الظاهرة الآن هي من آثار المسيرات الإيرانية التي اضطرت الفصائل لإقامة شبك من أجل العزل. لذلك اليوم عندما نقول بأن المواطن السوري، وبغض النظر عن الإعمار والتنمية وهذه كلها لا شك أساسيات ومطالب، لكن لو أن الثورة السورية فقط أدت لاقتلاع الاحتلال الإيراني لكفاها، الآن أنت تمشي على هذا الطريق دون خوف أن يتخطفك الموت من هنا أو هناك. لقد ذهب مشروع إيران وصارت السفينة هيك تسوي، والآن يمشي المواطن السوري دون خوف من مسيرات هنا وهناك، ويحلق عاليا في سماء بلاده، مؤكدا بأن حلم الشعوب سيتحقق رغم كل التحديات.